قبل ما أوبر وكريم يظهروا في حياتنا كان عندنا المكاري، وده هو صاحب التاكسي الأصلي في القرن ال19. المكاري يعني صاحب الحمار أو البغل اللي بيأجره للناس عشان يتنقلوا بيه في شوارع القاهرة الضيقة. المهنة دي كانت ضخمة جدا لدرجة إن المؤرخ علي مبارك ذكر إن عددهم في القاهرة بس وصل لأكتر من 1700 مكاري. الموضوع كان فيه اتيكيت وتجهيزات، لو الزبون ست المكاري بيجهز بردعة عالية ومريحة وعليها سجادة، وده كان بيتسمى الحمار العالي. ومع دخول الترام في مصر سنة 1896 المكارية خافوا على أرزاقهم وطلعوا إشاعات إن الترام ده عفريت وبيسبب عقم عشان يطفشوا الناس منه ويحافظوا على زباينهم. المهنة دي تاريخها قديم جدا وموثقة من أيام الأسرة الخمسة في معابد الجيزة، لدرجة إن القائد حرخوف في رحلته للنوبة كان معاه 300 حمار شايلين البخور والعاج. المكاري كان لازم يسجل اسمه في المحافظة ويستلم نمرة يحطها على راس حماره، وكان ليهم شيخ طائفة بينظم شؤونهم. فعلا كانت مهنة ليها هيبة وشنة ورنة.